أجهز لطبخة بكرة إن شاء الله. أفك اللحم من الليل، أخليه من الليل يفك وأتبله وأحطه. طبعا أنظفه، لازم تنتبهوا للشعر. شوفوا لازم تنتبهوا مرة كويس لما تنظفوه في الدهن وكده. شوفوا يجي الشعر، فأنظفه مرة كويس وبعدين أشرحه وبعدين أتبله، أحطه في الثلاجة من الليل. أحاول إني أصور لكم هو عشان بكرة بس أصحى أحطه بالفرن. ممكن ترى تحطوه كذا ساعة، يعني ساعتين 3 4، لأنه عندي هذه الفخدة كبيرة فتاخد وقت في الستوة. نظفت هنا عندي الفخذ، فخذ خروف. نظفته تماما، شلت أغلب الدهون اللي عليه، الشحم، وكذا شرحته شرايح. دحين بتبله. التتبيلة حطيت هنا علبة صلصة طماطم، توم مطحون، حبتين طماطم، ويكونوا الطماطم طريات مرة مستوية تكون. عندي هنا قشر ليمون، بس أحط القشر الخارجي، لا تحطوا اللوب اللي هو بس الزست هذا اللي برا. وبعدين حطيت كمان البهارات، فلفل أسود وملح، ملح الليمون وكمون، وحطيت شوية خل. أطحنهم سوا وبعدين أتبل فيهم اللحم. في الصينيات الفرن أخذ من التتبيلة، بسم الله، وأوزعها في اللحم، وحاولوا تدخلوا كده التتبيلة جوا. شوفوا قشر الليمونة هذه ما انطحنت، أوكي ما عندكم مشكلة. على الوجهين طبعا، نفركها على الوجهين أو ندهنها على الوجهين، نتبلها. تبلتها، وزعت التتبيلة كويس. التتبيلة دخلوها في الفتحات، أنا سويت فتحة كمان من هنا من هذه الجهة وفتحة من هذه الجهة، ودخلوا التتبيلة جوا. بدخلها الثلاجة، أغطيها بفويل أو قصدير، أدخلها الثلاجة لين بكرة إن شاء الله. بدخلها الفرن. إذا تبغوا أنتوا تتبلوها وتدخلوها الفرن على طول، حطوا موية وغطوها بالفويل ودخلوها الفرن. يعني هذه أنتوا التايمر أو الوقت حسب حجم اللحم. أنا هذه ممكن تاخد مني من 3 ساعات لين 4 لأنه كبيرة. شوفوا إيش أسوي، أحط نكاشات أسنان كده أوزعها، عشان لما أغطيها بالفويل ما أبغى القصدير يلصق في التتبيلة. حتى لما أدخلها الفرن ما أبغى القصدير يلصق في التتبيلة، ويعني تروح التتبيلة عن اللحم. فأحط كده النكاشات الأسنان أو خشب إذا عندكم ستيكس، وغطوها ودخلوها الثلاجة. خلاص دخلتها الثلاجة. بكرة إن شاء الله أطلعها، بس أفك، أحط موية وأرجع أسكر الفويل وأدخلها الفرن بإذن الله. أدخل الصينية فرن حار تقريبا 2 إلى 3 ساعات، 2.5 3. تحطوا عليها زيت وتشووها، خلاص كده تمام. وتأكدوا إذا كانت طرية أو لا، يعني استوت أو لا. هذه استوت عندي خلاص الحمد لله. الحين أقدم بالعافية.